السلام عليكم. طبعا الجو حر في مصر بقاله اكتر من اسبوع وفي ويك اند، نعمل ايه؟ اتفقنا انا واصحابي نطلع الساحل. تعالوا معايا احكي لكم عملنا ايه. اول حاجه بعتنا على الجروب والكل وافق. اتجمعنا بعد الكارتة ومسكنا الطريق ومشينا ورا بعض. حقيقي طريق اسكندريه الصحراوي كان كويس، بس تقريبا البلد كلها كانت مهاجره في اليوم دوت للساحل، كان زحمه جدا. ودخلنا طريق الساحل بس للاسف ما كانش احسن حاجه وفي اصلاحات كتير. المشوار تقريبا خد مننا 3 ساعات ونص، ودي كانت اول مره نطلع الساحل سوا مع بعض. الساحل الطيب كنا دايما بنتجمع ونطلع السخنه عشان اقرب في المسافه. فرهدنا من الطريق شويه، لكن اول ما شفنا منظر البحر من بعيد كنا هنموت ونشوفه من قريب. واحنا في الطريق لقينا جامعه اسيوط في الساحل، مش عارف اللي جاب القلعه جنب البحر. وصلنا اخيرا القريه، واول حاجه عملناها جرينا على الشاطئ اللي كان تحفه حرفيا، من اول لون الرمل لحد الوسع بتاع الشاطئ اللي كان كبير جدا، لمنظر الميه ونقائها والموج اللي كان يفتح النفس. والرجاله اتبسطت من المنظر وكنا عاوزين ننزل باسرع وقت، لكن للاسف استلمنا الشاليه متاخر شويه. بس ما ضيعناش وقت ونزلنا الميه على طول اللي كانت تحفه، والموج كان حلو جدا. وقعدنا لحد الغروب والمنظر كان مريح جدا للاعصاب. رجعنا طبعا كلنا اتدلقنا، وصاحبنا كتيت حسن صورنا واحنا في سابع نوم. تاني يوم نزلنا من بدري ناخد الشمس من اولها، ولعبنا كوره وتصورنا كام صوره حلوين. بالليل بقى كان الاكشن كله. طلعنا على العلمين اللي شكل الابراج فيها حلو قوي، وكان في حفله هناك لتامر بس طبعا ما دخلناش، لكن دخلنا الممشى وتصورنا صور كتير كان شكلها حلو جدا. وعلى فكره الممشى ببلاش. وبعديها دخلنا المول اللي كان فيه حركه صايعه جدا، حركه السقف الثري دي بالاضاءه تحس انه بالنهار حرفيا، رغم اننا كنا تقريبا الساعه 3 بالليل. بعديها واحد صاحبنا مهم دخلنا الساحل الشرير، وحرفيا اتفاجئنا اللي هو ايه المجتمع دوت. تقريبا الساعه كانت 3 ونص او 4 والدنيا كانت زحمه غير عاديه. ولو عاوز تستثمر في الساحل الشرير ممكن تفتح محل للشرطات والهوت شرطات، لان تقريبا ده زي الرسم هناك. وقعدنا شربنا حاجه وتصورنا مع صاحبنا المهم اللي دخلنا هناك ببلاش، وروحنا على الساعه 6 تقريبا. اخر يوم نزلنا بعد الظهر وعملنا فيديو ورجعنا عملنا الترند دوت، وخدنا شويه صور ومسكنا طريق القاهره. والصراحه اتبسطنا جدا وكانوا يومين حلوين. وكأول مره نروح الساحل صراحه الجو كان حلو جدا. وحته الساحل الطيب والساحل الشرير، خدوا بالكم يا جماعه الفرحه في اللمه مش بالتكلفه العاليه خالص، والانبساط في البساطه. وفكره الساحل الطيب والشرير بتعتمد على امكانيات كل واحد. وحقيقي انا رحت الاثنين ارتحت واتبسطت في الطيب اكتر. وابعت سلامي لكل اصحابي والوليد اللي ما طلعش معانا، وكل سيف وانتوا طيبين السلام عليكم.